انا اشتريت العجان، بس انا ما اشتريتوش من المصنع، بس كنت فاكر ان انا اشتريته من المصنع. بص، علاء الدين فكرتها بدات لما والدتي كانت عايزه تشتري عجان. لما اخدت بعضي علشان اشتري لها العجان ده، بحكم ان هي طبعا الناس الكبيره دي ما بتعرفش ان هي تتعامل مع السوشيال ميديا قوي، ولما بتيجي تطلب حاجه بتبقى خايفه وقلقانه، فبتلجا طبعا لاولادها. فلما دخلت ادور على اسم العجان وهو براند مشهور، لقيت ان في 8 9 صفحات بنفس اسم المصنع ده، وبدات اخش اكلم الصفحات ديت، وبدات اقول له طيب قطع الغيار، طيب الضمان. فعلشان يطمني بيقول لي احنا المصنع يا فندم. فكلهم قالوا لي احنا المصنع يا فندم. انا اشتريت العجان، بس انا ما اشتريتوش من المصنع، بس كنت فاكر ان انا اشتريته من المصنع. والفكره جت من هنا لما اكتشفت ان انا ما اشتريتش العجان من المصنع نفسه. الفكره كلها في علاء الدين ان هو براند بيجمع مصانع بمعايير معينه، زي السعر، الجوده، خدمه ما بعد البيع، فتره الضمان. حتى كمان ساعات بنشترط على مصانع ان هي تدينا فتره ضمان اطول للعرايس. يعني مثلا لو في مكنسه ضمانها سنتين، فساعات بيبقى نازل في علاء الدين ان لو انت عروسه هتاخدي ضمان 6 شهور فوق كمان السنتين مع المكنسه. علاء الدين المهم اللي فيه قوي 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 ان هو بيخليك تبقى بتشتري بثقه. احنا سوق الاونلاين عندنا في مصر ان انت تشتري حاجه من على الانترنت بقت مش احسن حاجه، مع ان هو دوت العالم اللي جاي. الدنيا كلها دلوقتي بقت بتطلب كل حاجه انترنت الا احنا. فالصراحه كان يعني شفت ان دوت حلمي، ان انا اكون من بدايه الناس اللي تبدا تعدل السوق وتبدا تديله سمعه كويسه، بسبب النصب اللي بيحصل والكذب اللي بيحصل، بان في ناس بتطلع تشتغل باسامي صفحات شركات علشان العميل او حضرتك او انا نفتكر ان هو دوت المصنع، فنجري نشتري من عنده واحنا مش مشتريين من المصنع. فعلاء الدين بيضمن لك ان انت بتتعامل مع المصنع مباشره، المنتج بتاعك بيطلع من المصنع لحد باب بيتك وبسعر المصنع. يعني انا النهارده عندي مكنسه رافال 3250 جنيه، او مثلا كبه هافار ب 1500 جنيه. هتروح لو وصلت للمصنع فعلا الرئيسي، هتلاقي هافار بتقول لك ان الكبه ب 1500 جنيه بدل 1650 جنيه، والشحن مجاني. هتلاقي عند علاء الدين هو نفس السعر. كل الموضوع ان علاء الدين بيضمن لك انك بتتعامل فعلا مع المصنع، بعيدا عن كل غش باقي الصفحات اللي موجوده. كلنا بنشتكي انتوا ليه ما بتردوش، انتوا ليه ما بتردوش، انتوا ليه ما بتردوش. والاهم كمان في علاء الدين ان هو بيهتم بخدمه العملاء وخدمه ما بعد البيع. انك لما مثلا تيجي تخش على الصفحه بتاعتنا مش هتلاقي نفسك بتستنى علشان نرد عليك، لان احنا مستعينين بخدمه ذكاء اصطناعي. بمجرد ما تخش الشات هو بيبدا يعرض لك المنتجات، وانت بتاكد زرار تقول له اظهر لي التفاصيل بتاعه المنتج الفلاني، فيبدا ان هو يظهرها لك. لو عايز تشتريها بتاكد زرار هتشتريها. وبمجرد ما حد يخش من التيم بتاع علاء الدين ان هو يتواصل مع حضرتك، هيقول لك مع حضرتك فلان. دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتوفر على العميل الوقت. الحاجه الثانيه الويب سايت. اغلبنا ما بنعرفش نشتري من الويب سايت، بنحس ان الموضوع كبير والموضوع معقد. احنا في علاء الدين قعدنا وحاولنا لحد ما وصلنا لاحسن تجربه مستخدم يقدر ان اي حد يخش على الموقع الالكتروني يطلب بكل سهوله. بمجرد ما دخلت على منتج والمنتج عجبك، اخر الصفحه على طول هتلاقي مكان تكتب فيه اسمك، رقم تليفونك، عنوانك، المنتج بيوصلك لحد باب البيت، من المصنع للبيت بسعر المصنع. ان شاء الله احنا ناويين 2024 يكون عندنا اكتر من 300 منتج، مش هيخرج منهم اي جهاز عروسه. الف مبروك مقدما، وهتقدروا تجهزوا كل اللي انتم بتحلموا بيه وكل الاجهزه اللي نفسكم فيها من علاء الدين. وكمان متاح التقسيط من خلال فيزا مشتريات فاليو او من خلال سهوله. ان شاء الله يكون معانا امان قريب جدا. الصراحه انا بتمنى ان علاء الدين يكون بيقدم قيمه للسوق المصري، وان هو يرجع الثقه تاني لحضرتك في انك تشتري اونلاين، وتبقى متاكد ان انت بتشتري من مكان هو هيهتم بخدمه ما بعد البيع، بيهتم بالضمان بتاع المنتج، بيهتم بسعر المنتج، بيهتم بجوده المنتج، وتبقى شاري وانت مطمن وما تكونش قلقان خالص. انا انصحك ان انت تجرب علاء الدين. كنت معاكم في حلقه سعيده جدا، باذن الله الحلقات دي ما تتقطعش. كل فتره كده يا ريت تقولوا لنا لو في منتجات معينه او مصنع معين عايزين منتجاته احنا نوفرها له. دلوقتي معانا مصنعين ان شاء الله، يعني هيكون معانا على اخر 24 اكتر من مصنع. دلوقتي معانا شركه رافال وهي شركه معروفه جدا، وبرده شركه هافار وبرده هي شركه معروفه جدا. في مصانع بتقدم لنا، لو حضرتك يعني تاجر، في معايير معينه لازما تكون متوفره فيك، علشان احنا اهم حاجه عندنا بندي جوده في خدمه تقديم المنتجات، وبالاخص الاجهزه المنزليه. ولذلك علاء الدين هو الوكيل الرسمي لاجهزه البيت المصري.